إذا في فيديو سابق ذكرت لنا كرامات سيد جاسم، ممكن تذكر لنا اياهن؟ هي مو كرامة واحدة الصراحة، قبل الكرامة الأصلية عندنا 3 كرامات السيد جاسم. أولا، مع أنه السيد كان خطيب حسيني واندفن في صحن الإمام الحسين، ألا أنه يحمل لقب ناعي الزهراء، وهو لقب ما يحمله غيره من الخطباء. اقرأ الحمد الوالدة يا حسين يا ابني يا ابني يا من الذباحك ذبحني. ثانيا، محبة الناس إله بشكل غير عادي، بحيث ما تلقى اثنين يختلفون على سيد جاسم، ولا تلقى شخص ما يعرفه رغم أنه ما يمتلك أي موقع أو تواصل إلكتروني، ومستحيل شخص يسمع صوته وما يبكي. أنا سوت بحالي والله شاف كربلاء سوت بحالي وشاف اخوتي مجتل اقبال تقول انا يمي انا يمك يا يمه مو بعيد انا شفت حسين من قطعه وريد. أما النقطة الثالثة، فهذا المكان اللي يندفن بالغرفة كانت تغلق أوقات معينة تغلق، فمن اندفن السيد جاسم ما قامت الغرفة ما تغلق نهائيا، صارت مفتوحة 24 ساعة بسبب سؤال الناس إذا وين السيد جاسم بدنا نزوره كذا، فالغرفة قامت ما تغلق نهائيا إلا نادرا. هويد وانا غريبة ومالي حد ما عاد بيمن يا ابويا القلب يضمن. أما الكرامة اللي قلت لكم عليها صارت قبل وصول جنازة السيد جاسم بنصف ساعة، هي دخول جنازة متوشحة براية الإمام الحسين عليه السلام، فالناس صلوا عليها وشيعوها وزوروها الإمام كل ظنهم أنه هي جنازة سيد جاسم، إلى أن العتبة صاحت بالسماعات شكرا للزوار تشييع جنازة ملا خضير، فحصلت هاي الكرامة للسيد جاسم قبل الدفن، وما قبل السيد إلا أن يكرم هذا الرادود بسبب خدمته للإمام الحسين عليه السلام. أنا مصطفى طالب، متطوع في العتبة الحسينية المقدسة، وهاي صفحتي، تابعوني.